يا مساء الفل عليكم او صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. انا رانيا عاشور، صيدلانيه مهتميه بمنتجات البشره والشعر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه ممكن تكون مضايقه كتير من بنفسج معانا، هي مشكله اسمرار الرقبه. ايوه، مشكله اسمرار الرقبه دي مشكله ممكن تضايقنا، واحنا زي ما بنقول كده عايزين نكون في افضل حالاتنا، يعني كل شمعه منوره. عشان نعرف نعالج اسمرار الرقبه لازم اصلا نعرف هو ايه الحاجات اللي ادت ان يحصل اسمرار في الرقبه. هي اسباب كتيره، فانت لو بتعملي حاجه منهم ابتدي وقفيها. اول حاجه هي الوزن الزايد. الوزن الزايد بيؤدي فعلا لاسمرار حول منطقه الرقبه. تاني حاجه لو انت محجبه ممكن تكوني بتربطي الحجاب بطريقه قويه جدا، مع الاحتكاك بالعرق بيحصل زي اسمرار. او لو انت مش محجبه ممكن تكوني مش بتحطي سان سكرين على منطقه الرقبه فبتتعرضي لاشعه شمس قويه فبيحصل معاها اسمرار. رابع حاجه لو انت بتلبسي اكسسوارز وبتنامي بيها فبيحصل احتكاك وبيحصل برضو عرق فبيبتدي يحصل معاها الاسمرار. خامس حاجه ممكن نكون بنستخدم عطور رديئه مجهوله المصدر بنرشها على الرقبه فبيحصل معاها اسمرار على المدى البعيد. سادس حاجه ممكن يكون في لخبطه في الهرمونات عندك زي مقاومه الانسولين. سابع حاجه ممكن يكون في عدوى او التهاب في منطقه الرقبه وانت ما عالجتيهاش، ودي حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. دي بتحصل نتيجه التهاب موجود في اي منطقه موجوده في الجسم احنا ما عالجناهوش كويس فبيقلب بعديها باسمرار. وزي ما عرفنا اسباب اسمرار الرقبه دلوقتي عاوزين نعالج. لو انت بتعملي اي سبب من الاسباب اللي انا ذكرتها قبل كده ضروري ان انت توقفيها. ودلوقتي هندخل في مرحله العلاج اللي كلمه السر فيهم 3 حاجات: ترطيب، سكراب اسبوعي، تفتيح. تفتيح ده هنعمله بشكل يومي، السكراب اسبوعي هنعمله مرتين او 3 في الاسبوع، الترطيب ده هيكون بشكل يومي. طيب انا النهارده جايه اقول لك على ماسك تفتيح تعمليه ان شاء الله هيقدم معاكي نتيجه. هنجيب معلقه عسل ابيض، معلقه عصير ليمون، معلقه من اللبن البودره، على نص معلقه من الزيت الحلو. ده هتحطيه ربع ساعه على منطقه الرقبه وبعد كده تبتدي ان تشطفيه. ولو عايزين نعمل ماسك تقشير هنبتدي نجيب كميات متساويه من الزبادي على كميات متساويه من الشوفان يكونوا قد بعض على كميه بسيطه من خل التفاح، ودي حاجه عشان تقشر معانا. هستخدمه مرتين او 3 مرات في الاسبوع. لو انت مش عايزه تستخدمي بقى ماسكات طبيعيه وعايزه تجيبي حاجات موجوده في الماركت ان شاء الله في فيديو تاني هنبتدي نجيب المنتجات ونقارن ما بينهم مين هيبقى افضل بناء على المواد الفعاله الموجوده فيه. وزي ما قلنا ان مهم جدا في روتين العلاج مع السكراب الاسبوعي ومع التفتيح الترطيب. فانا بقول لك فعلا ان الترطيب مهم جدا بشكل يومي في يومك. الترطيب يفضل كمان لو انا حصلت عندي مشكله في منطقه الرقبه بعد ما اعالج بمنتجات التفتيح يفضل ان انا اعامل منطقه الرقبه زيها زي بشرتي بالظبط. معنى الغسول بتاعي اللي هستخدمه على بشرتي استخدمه على منطقه الرقبه وانشفها بنفس طريقه الطبطبه واستخدم عليها كريم الترطيب. ده ان شاء الله هيفرق جدا في علاج المشكله. ولحد هنا يكون كلامي خلص في فيديو النهارده، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية كتيره. باي باي.